باشا انت جاي تصلح كل حاجه. الواد ما بيبصليش، هو عنده شهر يا ستي بيبص لك يعمل فيك ايه؟ مش شايفك اصلا، هو شايف سواد يعني. طب بما ان التلفزيونات والموبايلات، هل ده سبب مثلا من التوحد؟ طب بما ان التلفزيونات والموبايلات، هل ده سبب مثلا من التوحد؟ يعني انا برضو يعني هاجس ان انا ده بيمسك الموبايل كتير، فعشان كده جاله توحد. بيقعد قدام الموبايل كتير او التلفزيون كتير، عشان كده جاله توحد. هل دي معلومة صحيحة؟ ودي برضه من المعلومات اللي احنا محتاجين نصلحها شوية أو نوضحها شوية يا على باشا انت الموضوع. جاي تصلح كل حاجة. هو هو الموبايل زي ما بيقولوا هو المتهم الرئيسي في الموضوع، يعني الواد ما المتهم بياكلش ليه؟ عشان بيقعد كتير قدام الموبايل. عشان الواد عنده بيقعد توحد قدام. عشان بيقعد كتير قدام الموبايل. هو المتهم بريء يعني حتى تثبت إدانته. بس احنا ما بنشجعش على قعدة الموبايل يعني طبعا. هي اكيد. المشكلة في الموبايل في حاجة بقى، يعني الكلام اللي هقوله يمكن يخلي الناس بقى تاخد بالها أكتر. هو طفل التوحد، أنا مشكلتي في القصور في التعاملات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي والتعبير عن المشاعر والخوف والحزن والغضب والتواصل اللفظي والتواصل البصري مع الآخرين. دي كلها مشاكل موجودة عند اضطراب طيف التوحد. مشكلة استخدام الموبايل والتلفزيون إن هما بيزودوا وضوح الأعراض دي بشكل كبير عند الطفل. أنا عايز أعالج الأعراض دي اللي موجودة، أنا عايز أزود ما الأعراض، تزودهاش. عايز أحسن مهارات التواصل، عايز أحسن مهارات التواصل البصري، امم الكلام، مهارات التعبير عن المشاعر. الطفل في استخدامه للموبايل ما هو إلا متلقي، ما بيقدرش يعبر عن حزن، عن خوف. فبزود المشكلة. أنا بزود يعني هو عنده استعداد وانا زودت المشكله بالظبط. بقعدته كتير قدام هو الموبايل. الطفل لكن مش الموبايل هو السبب الرئيسي في ظهور لا، هو بيخلي الأعراض تظهر بشكل يمكن واضح أكتر وبصورة أسرع. لكن ما أقدرش أقول إن هو سبب رئيسي. هو طفل التوحد يا جماعة هو بيتولد طفل عنده استعداد جيني للتشخيص باضطراب طيف التوحد. يمكن الموبايلات شوية بتوضح الأعراض دي بصورة بتخلي الموضوع ظهيرة يزيد أكتر. فبيظهر اكتر. بالظبط، وكمان بتأخر فكرة العلاج بتاعته، بتأخر فكرة المهارات اللي أنا محتاج أحسنها. أنا عندي مشكلة في المهارات، التواصل والكلام والتواصل البصري والتعبير، دي كلها عندي فيها مشاكل. الموبايل كمان بيقلل فرصة التحسن في النقط دي. بس انت قلت من شويه هي جينات، يعني هو مولود، يعني هي وراثه يعني. بص، هو في نقطة يعني العامل الوراثي بيلعب دور رئيسي في فكرة التشخيص باضطراب طيف التوحد. يعني لو العيله فيها شخص فيه توحد او طفل فيه توحد، هل انا انا حامل دلوقتي، تمام، هحاول انا يعني احتماليه ظهور توحد عند ابني ده قد ايه، واخوه عنده توحد؟ لو في طفل بالفعل تم تشخيصه داخل الأسرة باضطراب طيف التوحد، يبقى في نسبة محتملة إن الطفل اللي هيتولد جديد داخل الأسرة ده عنده استعداد جيني للتشخيص والإصابة باضطراب طيف التوحد. المهم إن أنا بقى أعمل فحص، ما أتأخرش مع ظهور أي أعراض، مع تأخر في الكلام، تأخر في الابتسامة، تأخر في النظر، في التعبير، في التواصل كله. دي نقطة مهمة إن أنا أسعى وآخد خطوات في السكريننج أو المسح الطبي. اشك، لكن ما يبقاش عندي هاجس ان هو طالما ان اخوه عنده توحد يبقى انا عيالي كلهم هيظهر. بالظبط، دي حاجة تساعدني أكتر إن أنا أبقى متحمس للفحص دايما، للإطمئنان أكتر على الطفل وعلى إخواته كمان اللي موجودين. تمام. طيب انا دلوقتي انت كنت قلت لي معلومه التوأم، برضو التوأم بيبقوا لو في توأم واحد توحد بيبقى التاني اكتر. بالفعل لو في توأم، خصوصا لو توأم متطابق داخل البيت وتم تشخيص واحد باضطراب طيف التوحد، هو النسبة الأكتر زي ما كنا بنقول إن نسبة الإصابة عند الذكور أكتر من نسبة الإصابة عند الإناث، أو يمكن وضوح الأعراض عند الرجاله مظلومين ما شاء الله، كل حاجه عندهم دايما اكتر. مظلومين في الاضطرابات النفسية للأطفال دي فيها مشكلة. لا هو على فكره كمرض بعيدا عن النفسيه يعني، تمام. يعني انا في العياده، يعني بعد ما جبت سيستم وكده بدات بقى اعرف كم ولد بيجيلي وكم بنت بتجيلي. لا إحصائيات أكتر لا السيستم عندي ظهر اللي هو ايه، لا الولاد كتير بيتعبوا كتير،
او في جزئيه ان هم الاب والام بيهتموا بيهم كتير فبيكشفوا لهم، لكن البنت بتخف لوحدها فمش قصه. فلا يعني اعتقد، ومعظم الامراض احنا في الكتب غالبا بيبقى معظم الامراض الولاد اكتر من بالفعل يعني البنات. هو عامل الذكور في الاضطراب طيف التوحد موجود بنسبة أكتر في الذكور عن الإناث، وكمان بيظهر الأعراض بصورة واضحة كمان في الذكور عن الإناث. الطفل محتاج يتحرك بشكل أكتر عند الولاد، اللي يتكون صداقات، لكن البنت لو هي قاعدة شوية، لو هي بعيدة شوية، عادي يا دكتور، دي هي بنت ما مش بتحب الاختلاط كتير أو مش بتحب التعامل يبقى كتير، تشخيصها فده عادي. متاخر. لكن الولد لا يا دكتور، ده مش بيلعب مع اخواته ليه، ده مش بيبص لي ليه، ده مش قادر يتكلم ليه. يعني فكرة تكوين الصداقات نفسها. طفل التوحد كمان في نقطة مهمة، فكرة فهم ما وراء الكلام، أو فهم النكتة، أو فهم الضحكة، أو فهم الإشارة. الطفل الطبيعي أنا لما بشاور له كده، الأب يقول لك يا دكتور ده بيفهمني من نظرة عيني، لما ببص له كده هو بيفهم أنا عايز أقول له إيه. لما بشاور بإيدي بعمل الحركة دي، هو الطفل بيفهمني مباشرة. طفل التوحد مختلف تماما في فهم الإشارات والإيماءات ولغة الجسد نفسها، البادي لانجوج بتاعة الأب أو الأم، لغة الجسد نفسها بتاعة ولي الأمر. الطفل ما بيقدرش يستوعب النقطة دي، ما بيقدرش يفهم ما وراء الكلمات، الضحك، الإشارة، اللعب. لو أنت بتجيب لعبة وبتخبيها عنه وبترجع تظهرها له تاني، الطفل الطبيعي ممكن يضحك، يبتسم، يجري عليك. طفل التوحد هو مش فاهم انت بتعمل كده ليه، هو عقله بيقول له كده، انا مش فاهم هو بيعمل كده ليه. بيأثر كمان بالتالي على تكوين بقى الصداقات والعلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي. عشان كده طفل التوحد بيلاقي صعوبة بقى في العلاقات الاجتماعية وفي الحضانة وفي البيئة اللي حواليه من الأطفال التانيين من نفس العمر. هو بيحس ان هو كأنه كائن مختلف تماما، كائن فضائي. في أطفال فعلا بعد ما كبرت كانوا بيعبروا ان هم احساسي ان انا كائن فضائي مختلف، جاي من بيئه مختلفه، من كوكب اخر، جاي للناس دول هم ازاي مش قادرين يفهموني او انا مش قادر افهمهم. بيحس المشكله في الناس مش فيه. بعد كده جزئيه المدارس، يعني هما بيبقى مستواهم ايه في المدرسه؟ بص، هو دي نقطه كمان احنا محتاجين نوضحها بشكل كبير جدا جدا عند اضطراب طيف التوحد. يمكن هي النقطه التلفزيون او الميديا بيظلم الموضوع ده. هو جزء كبير قد يقرب من 70% من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد مستوى التحصيل الدراسي أو مستوى الذكاء بتاعهم ممكن يكون أقل من المتوسط، وبترتيب بقى بعد كده ممكن نسب متوسطة أكتر بتزيد، بعد كده في فوق المتوسط. احنا بنشوف أطفال ليهم مستوى زي ما بيقول لك ده عبقري، ده شاط في المسلسل الأخير ده طفل عبقري جدا طالع الأول على الكلية، على الدراسة بتاعته، ولكن هي ما زالت النسبة الأكثر والأعم والأشمل اللي هي بيكون مستوى الذكاء أو مستوى التحصيل الدراسي بتاعه بيكون أقل من المتوسط. نسبة أقل شوية بتكون متوسط، نسبة أقل وأقل بيكون الطفل العبقري، بيسموها الهاي فانكشنينج اوتيزم، أو الطفل التوحد ذو الأداء المرتفع جدا أو ذو التحصيل الدراسي مرتفع جدا. بتكون نسبة ولكن محدودة، ولكن ما زالت موجودة. أنا عرفت ليه أنت قلت لي طيف توحد مش توحد. الموضوع فيه اختلافات كبيرة خالص يعني زي المسلسل ده بيبقى جينيوس عبقري، وزي ما احنا بنشوف في معظم الأطفال لا بيبقى مستواهم أقل. فالناس لما تشوف المسلسل تفتكر إن اللي هو عنده توحد هو ده بالظبط. تمام، بس لا مش بيبقى كلهم هو ده كده. جابوا صورة واحدة أو جانب واحد من الطفل اللي عنده اضطراب طيف التوحد. كمان كانت الصورة وهو كبير شوية ازاي بدأ يتعامل ويتواصل وفي الشغل. دي نقطة برضه يعني اللي بنشوفها وبنتعامل معها أكتر الطفل نفسه في مرحلة الطفولة، مرحلة من بداية مرحلة الرضاعة كمان. احنا تخيل احنا ممكن نشخص الطفل اللي عنده اضطراب طيف التوحد من بعض الأعراض اللي ممكن تظهر يمكن في خلال السنة الأولى من عمر الطفل. ازاي؟ احنا محتاجين نوضح برضو دي للأولياء الأمور اللي بيتعاملوا اللي بيكونوا موجودين دايما مع الطفل بصورة دايما. فكرة التواصل البصري اللي بيكون موجود ممكن من حد سن 6 شهور أو سن 9 شهور. يمكن برضو تأكد لي فكرة التواصل البصري مع الأم، فكرة الابتسامة
الطفل بيقدر امتى يعمل ابتسامه مع الام او هي على 6 شهور كده يعني. هو ممكن بعد اول 3 شهور ده مش بيكون شايف حاجه خالص، بيكون شايف ده حقيقي. بعد كده بيشوف الوان، بس هو بيعرف مامته من ريحتها، ريحه اللبن وحاجات زي كده، فهو ممكن يضحك مامته وهو مش شايفها اصلا، بس هو عارف ان دي مامته. تمام. بعد سنه 6 شهور بيبدا بقى يفسر ده المفروض يكون عارف ده ناس، ده راجل، ده ست، ده بابا، ده ماما. من هنا بقى ابدا يعني دي بتظهر بعض السمات او الاعراض البسيطه اللي ممكن اخلي بالي منها. لاحظ انا لسه في الوقت ده ما شخصتش، ولكن لاحظت بعض الاعراض اللي ممكن تخليني اخد خطوات تاني وافحص تاني بعد 9 شهور، واعيد الفحص تاني بعد 12 شهر وبعد 18 شهر. بتخليني اسعى واتحرك بشكل اكتر، ما تاخرش شويه في الفحص والانتباه للحاله الموجوده مع الطفل او الاعراض اللي موجوده مع الطفل. في جزئيه كده ملاحظها بس ما اعرفش ليها تفسير ولا لا. يعني معظم الاطفال اللي بيبقى عندهم توحد بيبقى الاب والام يعني اذكياء ومستوى علمي عالي. وهل انا ده حاجه موجوده يعني؟ هو فعلا في دراسات بتقول كده. يعني في دراسه اتعملت في جامعه MIT الامريكيه بتقول ان كل ما كان مستوى الدراسه ومستوى الوظيفي ومستوى التحصيل العلمي والشغل والمستوى الادراكي المرتفع لاولياء الامور للاب والام، كل ما كان في فرص اكتر ان الطفل يكون عنده استعداد جيني للتشخيص باضطراب طيف. انت غيرت المفاهيم خالص بموضوع جينات ده يعني. انت كده خليتني انا يوصل لي هي ما زالت كلها نظريات وافتراضات، ولكن يعني بتخلينا نتحرك شويه او نخلي الموضوع في بالنا، ما نبقاش مهملين في الموضوع، ما نجريش ورا الموضوع، نعرف العلامات بالظبط. والعلامات مش علامه واحده. يعني احنا لما نركب واحده على واحده على واحده على واحده نبدا نشك. لكن لما مثلا احنا قلنا تاخر الكلام بيخلينا شك، طب هو الطفل كويس وكل حاجه ومتاخر في الكلام شويه، هل خلاص اجري ورا موضوع تاخر؟ لا. يعني تاخر الكلام مع مش بيبص لي في عيني، مع ان هو بيمسكني لما يكون عايز حاجه ويروح يمسكني ويحط، يعني فاهم؟ دي جزئيات بتخلي احتماليه ظهور المرض عند الطفل عاليه شويه يعني.